لو بتفكر تشتري ايفون الفتره اللي جايه دي، تعالوا اقول لك في 2025 ايه الايفونات اللي المفروض تشتريها والايفونات اللي ما تشتريهاش. متاكد ان انت عامل لك الفيديو ده واعمل له سيف وابعته لاي حد بيفكر يشتري ايفون الفتره اللي جايه دي، ويلا بينا. خلينا كده في بدايه الفيديو متفقين ان تحت الايفون 13 ما تجيبش. ايه ده؟ طب ده التليفون كويس، طب ما ال11 كويس. لا مش كويسين بنفس التسعير اللي موجودين بيه سلسله ال11 و12 كلها. تروح تجيب لك تليفون اندرويد محترم في نفس السعر وحرفيا هيعيش معاك من 3 ل 5 سنين. انما بالنسبه للايفونات اللي في السعر ده، لا غالبا كلها الاجهزه اللي هتلاقيها دلوقتي في السوق مرفوعه نسبه بطاريه يا اما مغيره بطاريه، وده ما انصحكش بيه. ده غير تحديث اي او اس 26 اللي هينزل على 11 وال12 هيدمرهم. لو بتسال على اجهزه اندرويد في تسعير معين اكتب لي تحت في الكومنتس سعرك وانا هقول لك تجيب ايه بالظبط بالسعر ده. نطلع بقى للفئه العاليه. ايفون 13 كويس جدا ويمشي الدنيا مع الناس كلها، وايفون سلسلته كلها حلوه. ايفون 14 ما تشتريش العادي وما تشتريش البلس، هم ال 13 العادي. البرو والماكس كويسين بس خلي بالك من نقطه البطاريه شويه. ال 15 تحفه ما فيهوش اي مشاكل. ال 16 كان في ناس بتقول ان احنا نشتريه، للاسف هو زي ال 15، ولو هتوفر فلوس تشتري 15 احسن لك بكتير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تبعته لكل الناس، وبس كده، سلام.